فاكرين فيديو بيئة العمل السامة؟ اهو الفيديو ده جالي عليه كومنتس كتير من كل الجنسيات وعلى كل المنصات بتقول انهم عايشين فعلا في البيئة دي وان للاسف مفيش بديل. معقول يعني مفيش طرق نوصل بيها لبيئة عمل صحية عشان نعرف نعيش كويس جوه سوق العمل؟ طب وانا رحت فين يا صديقي؟ شوف يا سيدي، الكاتب محمد صابر عواجة في كتابه لا تكن كابشن للوظيفة بيقول ازاي نوصل للرضا الوظيفي اللي يخلينا نحقق معادلة بيئة العمل الصحية واللي موجودة في شركات كتير بالمناسبة. بس قبل ما اقول لك محتاج اكد عليك نقطة مفروض انك فاهمها، وهي ان كل واحد فينا في الشغل بيدور على المصلحة او الاستفادة اللي هتعود عليه. يعني صاحب الشغل عايز مكسب فجاب مدير عشان يحقق له المكسب ده، وده بيكون من خلال الموظفين اللي بينفذوا تعليمات الإدارة، وهو ده الوين وين سيتويشن. وكل ما بيئة العمل اتطورت واتحسنت كل ما الموظف حس بالامان كأنه في بيته، كل ما انتاجيته زادت، وهو ده شكل بيئة العمل الصحية. طب يحصل ازاي الكلام ده بقى؟ اول حاجة تشجيع الموظفين عن طريق انهم يعرفوا الهيراركي بتاع شغلهم، وانهم عشان يترقوا محتاجين يطوروا نفسهم في ايه، ولازم الإدارة تبقى عارفة ان الفولو اب بيفرق مع الموظفين جدا. تاني حاجة تخفيف ضغوط الشغل اللي بتتحمل على الموظفين، لان الضغط الزيادة عليهم هيخليهم محسين انهم مقصرين دايما، وده اللي بيخلق بيئة العمل السامة واللي غالبا بيكون بسبب سوء الإدارة او سوء التنظيم. تالت حاجة الاحترام المتبادل بين الموظفين بعيد عن العداوات، هو ده اللي بيخلق بيئة العمل الصحية، وده اللي بيخلي الناس تحس بالراحة في شغلها. ملحوظة بس صغيرة، في فرق كبير بين الخلافات في الشغل وبين العداوات. الخلافات دي طبيعي انها تبقى موجودة، وما دام انا وانت عارفين ان مفيش نية سيئة يبقى هنعرف نكمل سوا في الشغل. يعني اكيد بتسمع ناس بتقول لك ان ما كنتش انت بتقول على موظف زميلك انه رخم في الشغل، بس بره الشغل حاجة تانية خالص. دي ناس بتعرف تفصل وفاهمين كويس يعني ايه الشغل يمشي صح. رابع حاجة العلاقات الكويسة مع المديرين. فكرة انك مطمن ان في مدير هتقدر تسأله ومش هيبخل عليك بمعلومة، ولو غلطت هيساعدك، دي حاجة تخلي اي موظف مبسوط في المكان اللي بيشتغل فيه. وده طبعا مع مراعاة انك تختار الوقت المناسب اللي تسأل فيه كل اسئلتك، زي ما اتكلمنا في فيديو ازاي تخلي المدير يحبك. خامس حاجة المكافآت، ودي طبعا مش محتاجة كلام، قدرني يا مدير تاخد مني شغل خطير. الحاجات دي لو اتعملت من الشركات واداراتها مفيش شك انها تخلق موظفين لويال للمكان ومش عايزين يسيبوا الشركة حتى لو جالهم اوفر بمبلغ اكبر. بس ثانية واحدة كده، انت عمال تقول لنا الادارة والمسؤولين ايه؟ هي الموظفين ما لهمش دور عشان بيئة العمل دي تكون صحية؟ امال فين الوين وين سيتويشن اللي انت عمال تقول لنا عليه؟ موجود يا فندم. شوف يا صديقي، دور الموظف يتلخص في 3 حاجات. اول حاجة اختار الشغل اللي يغطي مصاريفك والتزاماتك ويديلك الامان اللي بتدور عليه، مرتب، تأمينات، ميديكال انشورنس، بنفيتس وغيره. ولو جيت على نفسك واشتغلت شغل انت مش مرتاح فيه حاول في اسرع وقت تدور على فرصة احسن، لانك باختصار هتبقى عامل زي اللي بيتجوز واضطر يتنازل عن حاجة علشان الجوازة تكمل. هتكون تعبان ومخنوق ودايما حاسس انك تستحق فرصة احسن، وان الطرف التاني هو السبب مع انك انت اللي اخترت. طب لازمته ايه؟ ما تدور كويس على فرصة تناسبك عشان انت والشركة اللي هتشتغل فيها تطلعوا كسبانين. تاني حاجة خليك ملتزم. التزامك بمواعيد شغلك وعدم غيابك وانك تطور من نفسك ده هيخليك تنتج كويس في شغلك وبتحقق التارجت المطلوب منك بكل سهولة. تالت حاجة محافظتك على صحتك. تخيل انك تحافظ على صحتك زي نومك كويس وعدم التدخين ومقاومتك للفيروسات، ده يفرق في بيئة العمل، لانك لو غبت او تعبت كتير ده هيأثر على باقي التيم. واكيد مش مقصود بكلامي انك ما تتعبش، انا بتكلم عن حالات ممكن تطول، وده بس دورنا كموظفين علشان نقدر نوصل لبيئة العمل الصحية اللي كلنا بندور عليها في سوق العمل. ودلوقتي بعد ما عرفنا دور كل واحد فينا عايزكم تحكوا لي في الكومنتس عن تجاربكم في بيئة العمل، وشايفين بيئة شغلكم صحية بنسبة قد ايه. ولو عايزين تسلكوا اكتر في سوق العمل تابعوني على كل المنصات، يوتيوب، فيسبوك، انستجرام وتيك توك. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل.